النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة جميلة قوي قوي والكل بيحبها، وهي طبق ملوخية خضراء يجنن على الطريقة بقى المصرية الأصلية. تعجبكم جدا جدا. شوفوها معايا وقولوا لي ايه رأيكم بقى، وما تنسونيش طبعا في اللايك وفي الاشتراك في القناة عشان تدعموني كده، وابتدي انزل لكم كل حاجة بإذن الله كل يوم. المقادير بتاعتي بقى، او مش المقادير، هنبتدي على طول. حله فيها شويه شوربه صغيرين يكونوا مغليين، وبنزل عليهم. انا عندي هنا حوالي كيس ملوخيه مجمده. تمام. الملوخيه مجمده انا ما بسيبهاش مثلا تفك من الفريزر وبعد كده ابتدي اطبخ فيها، لا انا افكيها من الكيس على طول، ومن الكيس على الحله على طول على شوربه مغليه. مع التقليب ومع الوقت هتبص تلاقيها فكت معاكي بسهوله جدا، لان لو اتسابت بره بتعمل حموضه، فكده احسن لها. ببتدي الشوربه بحط قد ايه؟ انا بحط حبه بحبه، يعني انا بغلي حبه صغيرين في الاول انزل فيهم الملوخيه بتاعتي، وبعد كده ابتدي ازود على حسب ما انا شايفه ان الملوخيه محتاجه، لان كل نوع ملوخيه مجمد بيختلف عن غيره، وكمان بيختلف حتى عن الملوخيه الخضراء العاديه اللي احنا بنعملها. دلوقتي عندي بدات تدوب اهي زي ما احنا شايفين، والدوب ما عادش اللي فيها الحته الصغيره دي. افضل اقلب فيها اقلب فيها لحد ما الاقي كل الكتل اللي هي المتلجه دي كلها فكت معايا. اهم حاجه ان انا اقلب، لان انا مش عايزاها تغلي، لان ممكن الجزء اللي هو فك خلاص ده ممكن مع السخونيه يغلي، والجزء التاني لسه مجمد، فانا مش عايزاها تغلي. انا افضل اقلب فيها بحيث ان الحراره بتاعه الملوخيه كلها تبقى واحده. افضل اقلب فيها كده كتير على طول لحد ما الاقيها كل الكتل اللي عندي كلها فكت تماما. بعدها هنبتدي بقى هقول لكم تعمل ايه بعدها. دلوقتي عندي هي فكت خلاص تمام، يا دوبك بتغلي كده حاجه بسيطه. هطفي بقى النار. انا مش عايزاها تغلي كتير، لان احد اسباب ان هي تسقط من الشوربه ان هي تغلي كتير. فدوبك اطفي النار وابتدي ازود شويه بس من الملح حسب ما محتاجه، واقلبها وخلاص تمام كده. بالنسبه لي الملوخيه اشيلها من على النار. دلوقتي انا هعمل بقى معايا الطشه. ده عباره عن معلقه سمنه وفيها توم مفروم مع كزبره وشويه فلفل اسود صغيرين. هقلبهم كده مع بعض لحد ما الاقي التوم بتاعي بدا يحمر. طبعا انا مش عايزاه يحمر جامد، انا يا دوبك بس يعني ياخد لون بسيط كده على اصفر يعني. وبعد كده هبتدي انزل بيها على الملوخيه بتاعتي. اهم حاجه ان انا اقلبها كويس عشان ما يجيش جزء يحمر قوي وجزء يبقى لسه ما احمرش. ناخد بالنا من الموضوع ده، لان التوم لو اتحمر قوي بيعمل مراره. تمام كده. دلوقتي الملوخيه معايا اهي، هنزل بيها على الطشه بتاعتي اللي انا عملتها. تمام. وكمان عشان ما فوتش حاجه كمان في الطاسه بتاعتي خالص، باخد شويه من الملوخيه وبحطهم في الطاسه والم بيهم كل الملوخيه بتاعتي، كل الطشه قصدي، من الطاسه بتاعتي. كمان في نقطه كمان، الملوخيه يا جماعه ما بتتغطاش، يعني انا عملتها ما غطيهاش. يعني دايما انا بخلي الملوخيه دي اخر مرحله في الطبيخ بتاعي. انا خلصت طبيخ اعمل الملوخيه واطفي عليها وابتدي اغرف بقى الاطباق بتاعتي، لكن ما اعملش الملوخيه من بدري وتبرد معايا واغطي عشان ما تبردش وكده، لا. ده بقى الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين. تقولها عامل ازاي؟ جميله جدا. طبعا الملوخيه ممكن تتاكل مع رز او تتاكل بعيش على حسب ما بتحبي. فطبعا تقولها ده حلو قوي لما تتاكل بعيش. اهم حاجه بس ما زي ما اتفقنا، ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الاشتراك.